والله زمان يا غزل المحل، والله زمان يا غزل المحل، والله زمان يا غزل. الاهلي ينهي فتره ما قبل كاس العالم بافضل شكل ممكن، متصدر بفارق 6 نقط عن فيوتشر، 7 عن بيراميدز، 10 عن المقاولين، 11 على الزمالك. اقوى خط هجوم مسجل 26 هدف، واقوى خط دفاع مستقبل 5 اهداف. وبرجوع الذاكره نسبيا لمحمد شريف، الاهلي يتخطى البنك الاهلي 1-0 في الجوله 15. خد نفس، لايك وشير واشترك في القناه وتعالى. هو لازم محمود كهربا يبقى موجود في الملعب عشان نكسب تلاتات؟ انا مش عايز الوم كولر بصراحه، التشكيله الاساسيه بتاعته في اول الموسم نصها اتصاب، فجاب الاحتياطي عشان يسد بيه العجز، وبدا الفريق يتناغم الى حد ما، وقدر انه يعمل تشكيله وشكل يمشي بيه المرحله. دلوقتي وصلنا لان هو مضطر يريح النص الاحتياطي عشان الاجهاد. اصلا الفوق اللي بيفوقها محمد شريف دلوقتي دي انا شفتها مع انديه كتير ومش بتخيش، يفضل نايم واول ما باب الكود يفتح والنادي يبدا يدور على مهاجم، هوب محمد شريف يرجع، يصحى الاسد اللهم لا حسد، واول ما باب الكود يقفل ترجع ريما لعادتها القديمه. عموما بقى مشكله النادي الاهلي الحقيقيه مش المهاجم، مشكله النادي الاهلي الازليه وهي مركز صناعه الالعاب، المركز اللي بيمد الاطراف والمهاجم نفسه بفرص. شادي كويس وشريف كويس وكهربا لما بيلعب مهاجم بيبقى كويس، بس فين ومين صانع الالعاب الاساسي بتاع النادي الاهلي اللي بيلعب كل الماتشات وهو عامل اعلى عدد من الاسيستات؟ وكمان مهاجمين النادي الاهلي بيعانوا من تغيير كتير قوي في الاجنحه، انت اساسا بتغير اجنحتك اكتر ما بتلعب. تو تالق اتصاب، طاهر تالق اتصاب، حسين يعمل ماتشين حلوين وماتش وحش، عبد القادر يعمل 3 زي الزفت وواحد كويس، قفشه مفيش خالص وسافيو اتصاب. ففي الاهلي مشكلتنا الحقيقيه والله مش في المهاجم، قفشه لما كان فايق في مركز صناعه الالعاب، محمد شريف كان هداف الدوري، مروان عطيه بيقدم مباراه كويسه جدا، كولر لعب بيه نفس لعبه حمدي فتحي في ماتش الزمالك، بيعمل بيه زياده عدديه جوه المنطقه وقدر ان هو يشارك في الهدف اللي جابه محمد شريف. مروان شاطها فصدها ابو جبل وردت من ايده لمحمد شريف عشان يخلصها في المرمى. خالد عبد الفتاح بقى فهو رجل المباراه الحقيقي، لانه في ماتشين 2 لعب في 3 مراكز، لعب مساك ولعب باك شمال ولعب باك يمين. وبعيدا بقى عن جودته هو كان افضل في انهي مركز فيهم، ولكن بيأدي اللي مطلوب منه في كل مركز بيلعب فيه من غير ما يألف ولا يجود، عارف ايه اللي مطلوب منه في المكان ده فبيأديه وخلاص. مكاسب المباراه رجوع طاهر محمد طاهر، عمرو السوليه، بيرسي تاو، ومتولي يبدا اساسي، راحت علي معلول وكهربا ومحمد هاني وحسين الشحات قبل كاس العالم. فكره بقى ان النادي الاهلي بيكسب بالسيستم اللي عامله كولر بغض النظر عن الغيابات او الاصابات او مين يلعب مكان مين، ففي جمل وتفاصيل معينه بتتنفذ في ارض الملعب وبتادي اننا نكسب في الاخر مع اختلاف الاسامي. حضر النهارده التسديد اللي اتعودنا عليه مع كولر، ولكن تالق محمد ابو جبل. ولكن بقى نيجي للسؤال المهم جدا اللي انا محتاج اساله لكم، هل مدربين الدوري المصري فعلا ما زالوا محتاجين دورة تدريبية من البروفيسور فيريرا عشان يعلمهم ازاي يدربوا؟ رسميا ولتاني مرة محمود كهربا يكون سبب في رحيل فيريرا عن نادي الزمالك، مرة لما كان بيلعب معاهم في 2015 والمرة دي لما كان بيلعب معانا في 2023. فيريرا مشي والمنافس في المركز الخامس بدون مؤجلات وبفارق 11 نقطة عن المتصدر اللي هو النادي الاهلي. تاني الوضع في موت عقبة سيء جدا، نتمنى لهم الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ. ميعادنا مع النادي الأهلي إن شاء الله في كأس العالم للأندية، وأول مباراة قدام أوكلاند سيتي يوم 1/2. كل التوفيق لينا، واستناني فيديوهات تانية جاية كتير. لايك لو ما عملتش لايك، كومنت لو ما عملتش كومنت، وأكيد أنت محتاج إني أقول لك تشترك في القناة وتفعل الجرس، تتفاعل على القديم وتستنى الجديد. تابعني على كل لينكات السوشيال ميديا، أنا موجود على فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستجرام وتيك توك. وفي النهاية كان معاكم محمد اسماعيل،